كيفاش كيتنصب عليك في القنوات ديال التليجرام بلا ما تشعر. العديد من المؤثرين اللي كيقولوا على راسهم انهم متداولين كيقول لك انك يكفي فقط انك تدخل القناه الخاصه به على تليجرام باش حتى انت تحصل على صفقات مجانيه، سواء في الفوركس او في الجولد او لا في العملات الرقميه. انت هنايا يكفي انك تدخل عن طريق الرابط الاحاله ديالو في المنصه تاع التداول اللي كيشتغل فيها هو، وبالتالي ممكن انك حتى انت تحصل على هذا الخير هذا ديال صفقات مجانيه اللي غادي تحقق منه آلاف الدولارات. دابا تبع معايا وخدم معايا عقلك. هذا السيد هذا كون فعلا بغى لك الخير وكون فعلا بغاك حتى انت تنجح في هذا المجال هذا، ما كانش غادي يعطيك قناه مجانيه، حيت ما كايناش شي حاجه فابور اولا مجانيه في العالم كامل. هذه يخوي منها راسك، كاين تما واحد الثغره اللي انت ما رديتيش ليها البال. هذاك المتداول او هذاك المؤثر كيف ما كنقولوا كيكون ساني واحد العقد مع المنصه ديال التداول انه يجيب لهم هنا فين كيشتغل المجال ديال التسويق. لذلك الشباب ركزوا معايا، تسويق العموله واحد المجال اللي هو فيه فعلا ارباح اللي هي قويه بس تكون كديرها وكتشتغل بضمير. طيب هو كيمشي كيسجل معاه ناس في هذيك المنصه عن طريق الرابط ديال الاحاله ديالو باش يقدر انه يوفر لك صفقات اللي هما ماشي ديالو المنصه اللي كتعطيه دوك الصفقات باش يجي يعطيهم لك انت. لكن اشنو هو الاشكال؟ الاشكال انك من بعد ما كتطبق هذوك الصفقات كتخسر الفلوس ديالك، سواء كتخسرهم دقه واحده سواء كتخسرهم تدريجيا. دونك فين كاين الخلل وفين كاينه اللعبه كاينه انه هو في ذاك الالتزام وهذاك العقد اللي داير مع المنصه ديال التداول او البروكر كيكون كيقول لهم اولا في الشرط كاين اي شخص خسر واحد راس المال كتكون عنده هو واحد النسبه مقدره بين 50% و 70%. يعني انت الا خسرتي 1000 دولار في التداول هو كتكون دازت ليه 700 دولار، 7000 درهم، فبالتالي هو تيربح من الخساره ديال الناس اللي كيطبقوا دوك الصفقات ديالو اللي هو اصلا كيوعدك انك غادي تحقق ارباح، وفي الاخر كيجي لك بحجج واعذار ديال ان السوق والازمه ولا وانت ما درتش ستوب لوز وانت تمرجع لك الحساب وانت راس المال ديالك قليل الى غير ذلك. دونك هذه واحد الطريقه من ضمن الطرق اللي كيستغلوها النصابه باش ينصبوا عليكم سواء في التداول او لا في غيره من المجالات. خدوا بالكم كاينين مازال العديد من الطرق اللي غنشاركهم معكم